المنطلق على المركز هنا الأول وصدارة هذا الشوط في هذه التحديات الجميلة. المركز الثاني الواعي سيد راشد بن سعيد بالغافرية المنطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المراكز لحميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي من ينطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري المنطلق هنا في هذه اللحظات والتحدي والإثارة. هناك الكايد فارع بن عطلة بن خلف الجهني، هنا صاحب أركان من فاز في الشوط الرابع في الجولة الرئيسية الأولى. يقدم لنا الكايد بالتحديات وبالإثارة. وصل هنا أيضا مشكور القادم في هذه اللحظات مظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي من ينطلق أيضا بمشكور في هذه اللحظات هنا ويتسلل بانطلاقته. المركز السابع هنا وسابع مراكزنا والمنطلق في هذه اللحظات صنديد قادم هنا في هذه اللحظات بهذه الانطلاقة لسيد سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي من هنا ينطلق بصنديد في هذه الانطلاقة. الوصول من الحذر عبد الله بن محمد بن حمودي القتبي على المركز الثامن وتاسع مراكزنا في هذا الانطلاق. يأتينا هنا ايضا مشوش خليفة بن نايع بن مصبح النعيمي. هذه هي النتائج للمراكز الاولى المنطلقة هذه التحديات الجميلة والإثارة. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الانطلاق، نعود إلى التحدي، نعود إلى الإثارة في مسيرتنا وتحدياتنا المتميزة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وسراح السارح على المقدمة، سارح على الصدارة هنا ومقدمة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل مع شعار الصقار شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي المنطلق بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول. ركز يا أحمد يا بن شاهين، ركز مع سراح وأدائه وهذا الشعار المميز الجميل. هناك أهالي العاصمة أبو ظبي يبغون سلام صباحي مميز جميل. المركز الثاني والواعي على المركز الثاني سيد راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من يأتينا على المركز الثاني بهذا الانطلاق الجميل. وأيضا ركز يا أبو راشد، ركز يا يمعى يا بن سعيد يا بالغافرية، ركز مع الواعي وأدائه المميز الجميل. هنا هو المنطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلوا أهالي جهينة، وصلوا أهالي جهينة هنا ينطلقون مع الكايد في هذه اللحظات مع فارع بن عطلة بن خلف الجهني من يأتينا بالكايد في هذه اللحظات على ثالث المراكز. قدم لنا أركان هناك في شوطنا الرئيسي للمهجنات، وهنا يقدم الكايد بأدائه المميز الجميل وعرضه الجميل. عين على الصدارة، عين على المقدمة، وفي هذا الانطلاق الجميل هنا يأتينا في هذه الانطلاقة مشكور القادم على المركز الرابع هنا لمظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. ركز رأس هوغة، ركز هنا أيضا في جماعة خلفك أيضا، ركز بالانطلاق والتحدي الجميل
الجميل والإثارة. هنا المركز السادس، المركز الخامس عفوا يأتي مياس لعتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري، وهناك يأتي شاهين لحميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي المنطلق في هذه اللحظات على سادس المراكز. وفي المركز السابع صنديد، هنا القادم صنديد القادم على المركز السابع في هذه اللحظات، ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل لسلطان بن عبيد بن محمد الكعبي. يلا يا ابو خليل، يلا يا ابراهيم، التركيز مطلوب. هناك قطعنا 4 كيلومترات والتحدي هناك مطلوب هنا في هذا الانطلاق الجميل والإثارة. هنا المركز الثامن، المركز الثامن، وياتينا الحذر عبد الله بن محمد بن حمودي ليجتبي مع الحذر على المركز الثامن. وفي المركز التاسع هناك المنطلق على تاسع المراكز في هذا الأداء المميز الجميل. هنا ياتينا مشوش الخليفة بن نايع بن مصبح النعيمي على المركز التاسع. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات. شوطنا يحمل أيضا هنا 9 أسماء مشاركة في هذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، والصدارة الواعي من غير على صدارة مع 3 كيلومترات ومغادرتهن في هذه اللحظات. الواعي راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني، ويأتينا هنا سراح لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. ووصل الكايد، وصل الكايد الضيف القادم من المملكة العربية السعودية وخصيصا من المدينة المنورة هنا للمشاركة على أرضية هذا الميدان المميز الجميل. ينطلق هنا في هذه اللحظات الكايد فارع بن عطلة بن خلف الجهني من يتسلل في هذا الانطلاق المميز الجميل. وعينا على الصدارة. نتابع هنا بقية المراكز، نتابع المركز الرابع ياتي مياس عتيج بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصل صنديد، وصل صنديد هنا في هذه الانطلاقة الجميلة والتحدي. سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي مع صنديد على المركز الخامس. وفي المركز السادس، المركز السادس مشكور على سادس المراكز ظفر بن غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. وهنا يأتينا شاهين لحميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي المنطلق بالتحديات وبالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك التحديات. الواعي على صدارة، الواعي على المقدمة راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي المنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني الكايد في المركز الثاني، الكايد على المركز الثاني المنطلق هنا
فارع بن عطله بن خلف الجهني من يأتينا على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث وهنا يأتينا سراح شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري، وصنديد قادم هنا، صنديد سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي. يلا يا ابراهيم، يلا يا ابراهيم، ويلا يا المتابعين. هناك التحديات. ارى الكايد من غير واهل جهينة الى الصدارة، الى المقدمة، الى المركز الاول، وجهينة عندها الخبر اليقين مع الكايد. هنا فارع بن عطله بن خلف الجهني من ينطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو ينطلق بهذا الأداء المميز الجميل، ينطلق بالصدارة وبالمقدمة. فارع بن عطله بن خلف الجهني ضيف قدم من المملكة العربية السعودية، قدم من المدينة المنورة، هناك من مدينة خير البشر، ينطلق هنا بهذا الأداء الجميل ما شاء الله. هو القائد بأدائه المميز الجميل. سلام 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 يا مدينة رسول الله، سلام يا المدينة المنورة على هذا الأداء الجميل الذي يقدمه هنا في هذه اللحظات القائد لفارع بن عطله بن خلف الجهني على الصدارة وعلى المركز الأول. ينطلق بالفوز وبالناموس، ينطلق بالتحية والاحترام. هو على الصدارة. المركز الثاني الواعي راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي على ثاني المراكز، ولكن خلاص القائد هو صاحب هذا الفوز، يهدي النقطة الثانية لأهالي المملكة. هناك كان أركان، وهنا القائد يصل إلى خط النهاية، معلن الفوز، معلن الناموس. تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل. المركز الثاني الواعي لراشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي من أتى ثانيا وثالثا مياس عتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري من وصل على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هنا والانطلاق على المركز الرابع من سراح لشاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. المركز الخامس صنديد سلطان بن عبيد بن محمد الكعبي من وصل على المركز الخامس. وفي المركز السادس هنا الله تغيير في اللحظات الأخيرة من أيضا الحذر العبيد محمد بن حمودي، وهناك مشكور غلام بن موسى بن أحمد البلوشي. والتوقيت الزمني 13 دقيقة 32 ثانية، جزء واحد من الثانية الذي قدم القايد. تهانينا لفارع بن عطله بن خلف الجهني على هذا الفوز المميز. واعذرني يا أبو عدنان لاني التهيت ما تابعت التأنق عرض التوقيت. هنا ايضا الواعي ب 13 دقيقة 34 ثانية، ثلاثة من الاجزاء من الثانية للسيد راشد بن سعيد بن غافرية الفلاسي. بينما المركز الثالث كان من نصيب مجاس لعتيق بن عبيد بن سعيد بالهلي الهاجري من اتانا على المركز الثالث ب 13 دقيقة 38 ثانية، ثلاثة من الاجزاء من الثانية توقيت الزمني.